رغم المقاسي اللي انتوا شايفينها دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصلنا لحاجة. يعني الواحد لازم ياخد عظة من اللي بيحصل. ما اشوف النهاردة لأول مرة شيكابالا ما بيرضاش يطلع في أي تلفزيون، ولا أي حد كان يتخيل إن شيكابالا يوم ما يطلع هيطلع في قناة النادي الأهلي. دي رسالة برضو والله. اما اشوف ان شيكابالا يتبرع بربع عقده 1.5 مليون جنيه، ده شيء رائع. اما اشوف على التراس اهلاوي والتراس زملكاوي، التراس اهلاوي على الصفحه بتاعتهم كاتبين اسفين يا شيكابالا، وما نشوف التراس زملكاوي او وايت نايتس حاطين على الصفحه بتاعتهم اسفين يا عماد يا متعب. هجيبها لكم دلوقتي. اما اشوف ان بدت بوادر حب لعيبه الزمالك في الاهلي والجمهور الاهلي والزمالك مع بعض، وابتدي يكون في اتحاد، وابتدى نبذ التعصب. انا كنت بقول من زمان يا جماعه يا التراس كفايه تصريحات، كفايه تتكلم ده وانت تتكلم ده. القانون هو القانون، مش انتوا اللي هتحددوا القانون. كفايه عبارات مسيئه، سواء ده ضد ده او ده ضد ده. ازاي نحاول ان احنا نجمع ما نفرقش؟ طب اقول لكم، يعني جاي لي مسج والله دلوقتي اهو على 010 100 212 من ابراهيم من الجيريا. كاتب ابراهيم من الجيريا، ربنا يرحمهم. كاتب حتى بالحروف اللي هو فرنساوي وبالحروف الانجليش او فرنساوي. ربنا يرحمهم ويصبر، واحنا مصر مع الجزائر والله اكبر. ده كلام ابراهيم من الجيريا، من الجزائر. وادي الجزائر يا جماعه. دي يافطه للنادي الاهلي. الاهلي على يمين الشاشه زي ما انتم شايفين تحت خالص. مش عارف كاتبين لبوز اي سوليدار. المهم النهارده اما نلاقي وفاق سطيف رئيسه بيعرض استضافه المباراه الثانيه لنادي الزمالك مع يانج افريكانز اللي مش هتتلعب في مصر، ويقال ان الزمالك اختار السودان. اما نلاقي السودان تلبس شاره امبارح، اما نلاقي تونس كانوا عايزين يلبسوا شاره. ادي السودان يا جماعه، السودان وادي النيل اللي خسروا من زامبيا امبارح 3-0 بس عملوا نتائج ايجابيه، صعدوا للدور الثاني. النهارده تونس للاسف خسرت من غانا دلوقتي بعد وقت اضافي 2-1، ولكن تونس كانت عايزين يلبسوا شارات تقريبا اتمنعوا، ممنوع. المغرب كاتبين يافطه الوصل، شالوا التراس وصل وحطوا مكان الوصل اللي هو بيضربوا مارادونا حطوا التراس اهلي. ما تكون كل ادي العراق، دي احداث في العراق. اما نشوف امبارح في ماتش برشلونه، جبتهولي يا عفيفي ولا لا؟ هاتهولي ماتش برشلونه وسوسيداد تقريبا، ولا مش كان بيلعب مين مش فاكر، كسب 2-1. قبل الماتش المذيع يقول بورسعيد، احداث بورسعيد ايجيبت، وتلاقي علم مصر يترفع في ماتش برشلونه في اسبانيا. بص الناس واقفه ازاي والحزن في عينيها، يعني مش بيمثلوا، بيبان واقفين ازاي عشان خاطر احداث بورسعيد. وعلى فكره لو سمعتوا المذيع بيقول بورسعيد، احداث بورسعيد مصر ايجيبت، وهتلاقوا العلم مره واحده بتاع مصر هيجي اهو علم مصر في مدرجات في ماتش برشلونه امبارح. امتى هنكون ايد واحده يا جماعه؟ زيدان كانت الناس زعلانه منه امبارح بعد ما جاب الجون. هو قال لبعض المواقع انا رفعت ايدي للسماء كنت بدعي. ده كان كلام زيدان، ولكن انا كنت اتمنى ان زيدان وده مدرب برشلونه جوارديولا، كنت اتمنى ان زيدان يحط تيشيرت مكتوب عليها حاجه يعني. لكن في النهايه هو قال انه دعا في السماء، فما نخشش في نيات الناس.
يعني خلاص بغض النظر عن خطأ وفي فرحة الهدف. مايوركا بيقفوا، دي أحداث برضو عشان أحداث بورسعيد. النهارده التراس اسماعيلاوي، مظاهرات في اسماعيليه. ده مايوركا اهو يا جماعه قدامكم، بسبب برضو احداث بورسعيد، وفاه 74 واحد مع ريال بيتيس. التراس العالم كله يا جماعه كان بس للاسف يا جماعه انا هجيب لكم بكره حاجات. للاسف كل تلفزيونات العالم امبارح بتتكلم عن الحدث ده، وبيتكلموا فيها شيء مش ايجابي. بيقولوا ان مصر الدولة الاولى في العالم اللي بتسيس الكورة. يعني الكورة عايزين تعملوا اي حاجة في السياسة كورة. دي كوريا كمان، ده في كوريا يا جماعة، علم مصر في كوريا. كان نفسنا يا جماعة بدل ما نموت بعض وكل العالم يتكلم عنا، نقوم البلد دي عشان كل العالم يتكلم عنا. احنا هنفضل الناس تتكلم عنا في المصايب. لو شفتوا كل الدول العربية وحزنها على مصر، الوصل الاماراتي شالوا التراس وصل وحطوا التراس اهلاوي، التراس اهلاوي، رغم ان هم قليلين جدا في المدرجات، لكن بيعملوا رسالة. يا ريت الرسالة توصل لكل الشعب المصري وكل المشجعين. في فرق كبير قوي بين التعصب والانتماء. التعصب يعني ايه التعصب؟ التعصب يعني انا ما اقبلش على نادية اي حاجة، ولا في الحق ولا في الباطل. لكن الانتماء لابد يكون عندك انتماء، لان الانتماء ده شيء مهم جدا. ولكن الانتماء ما بيلغيش العقل. التعصب بيلغي العقل، بيخلي الانسان ما يفكرش، وبيخلي الانسان يشوف ناديه على طول صح، لعبته صح، جهازه صح، جمهوره صح، مجلس ادارته صح. ده التعصب. لكن الانتماء بيخليك تفكر عشان عايز فرقتك تكون احسن. لو اخطأ لاعب عندك، لو اخطأ جهاز فني، لو اخطأ جمهور، لا لازم يكون فيه زي ما بعاقب اللاعب اللي بيلعب في ناديه بالثواب والعقاب لو جه تمرين او ما جيش تمرين. لازم الناس تشوف بعين الانتماء، ما تشوفش بعين التعصب. تعال نشوف ليه شهداء النادي الاهلي، الاهالي يعني، نشوف بيقولوا ايه ونرجع لكم تاني.